طيب تسمح لي نسمع مداخلة عمرو خالد تعليقا على جنازة البابا شنودة، ثم اسمع تعليق حضرتك عليه. اتفضل. اتفضل استاذ. بس هو في موت العظماء يكون الدرس عظيما ورائعا وبينا. صحيح. يعني هناك عظة كبيرة جدا. يعني بابا شنودة شوف الناس كلها زعلانة عليه ازاي. الواحد لازم يقف ويتأمل أن موت الناس الكبار المفكرين يعني أصحاب الرؤى عظة. فقول لي العظة إيه؟ فكرتني بحاجة بس جميلة بمناسبة الموت. الإمام أحمد بن حنبل لما امتحن وحصل له الفترة اللي اتضرب فيها السجن فيها والحكام بهدلوه فكانوا يقولوا له يعني طب أنت كده وضعك إيه؟ كان يرد عليهم حتة رد يقول لهم بيننا وبينهم الجنائز. مفيش حاجة. بيننا وبينهم يوم الجنازة هيبان قيمة البني آدم. فجنازته اترجت لها العراق. يعني يوم أحمد بن حنبل ما مات اترجت العراق. فالعظماء بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم الموت الصدق هو اللي بيخرج. يعني يوم الموت كله بيقول الحقائق كلها بتكون مكشوفه بلا بتعزي بعضها بلا مدرة. كل الناس بتعزي بعضها، ما فيش مسلم ولا مسيحي ولا حاجه. شخصيه مصريه بارزه لها دور مصري رائع ودور عربي رائع ودور عالمي ايضا رائع. البابا شنودة كانت إصابعه في كل حتة في العالم. يعني بينشر السماحة وبينشر المحبة وبينشر كنايس بتاعته. دكتور محمد، سمعت هذا الكلام المذهل، تشبيه جنازة الإمام أحمد بن حنبل بجنازة شنودة يعني من داعية إسلامي المفروض، يعني داعية شباب عمرو خالد. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. أحاول أن أدافع عن نفسي لأني دافعت عنه في بعض الأيام. ثم الجزء المحزن الآخر أن محمود سعد، يعني أنا أرى أن أقصى ما يستطيع أن يصل إليه يسرى ولا حد من بتوع لكن يعني أكون يدخل مع حد يعني من الناس المحترمين مفروض لا. وكنت آمل أن يكون الأستاذ عمرو خالد من الناس المحترمين، لكنه بمنطقه هذا فإن ديانة ستدخل الجنة قبل البابا شنودة، وستالين سيدخل قبلهما، وماو ستونج سيدخل قبل الجميع. يعني وأي مطرب من مطربي البوب وعبد الحليم حافظ وعبد الحليم، كل الناس جنازتهم أكثر من كده. كلثوم ستكون يعني هذا يعني افتراء على الدين وافتراء على العقل وافتراء على المنطق. ماذا في الدنيا يستحق ذلك يا عمرو خالد؟ ماذا في الدنيا؟ يعني كيف تقابل الله بمثل هذا؟ ألم تنظر إلى لقد تكلم علاء الأسواني عن مسبيرو، ومسبيرو قام الأقباط أو قام بعض الأقباط بقتل عدد من جنود الجيش يتراوح ما بين 7 و8 كما قال الجيش في تصريحاته الرسمية، والمتضمنة أن الجيش عادة لا يعلن عن خسائره، وما بين 100 جندي كما قال عدد كثير، وكما قلناه أيامها. يعني ماذا يقول عمرو خالد لأرواح هؤلاء، وماذا يقابل الله بهؤلاء، وكيف يرد على أحكام المحاكم التي حكمت على البابا شنودة أنه مارس قدرا من يعني لا أريد أن أستعمل لفظ لكن لابد أن أستعمله. هذا كان في حيثيات حكم محكمة من الإجرام ومن إشعال النار في الوطن ومن تقسيم الوطن ما بين المسلمين والمسيحيين ومن إشعال الفتنة ومن أحيانا من العمالة للمخابرات الأمريكية، وكل هذا أثير ذات وقت. نحن لا أريد أن نتطرق إليه، لكن أن يلجأ المنافقون إلى هذا القدر. أنا يا أخي اندهشت والله. اتصل بي أحد الأصدقاء بالأمس، يعني أدعو بطول العمر لكل من دعا عليهم لأنه لم يكن يقصد أن يدعى عليهم. قال يا أخي والله أنا دعوت الله اليوم أن يموت المشير أو يموت شيخ الأزهر لكي أرى ما سيفعلون لهم عندما يموتون. شيخ الأزهر عندما مات يعني أمام هذا الحداد العام في البلاد وتنكيس يعني الأعلام ولم يعني يحدث شيخ الأزهر لما مات شيخ طنطاوي رحمه الله لم يحدث أي شيء من هذا، ولم يذهب أحد لكي يسير في جنازته. نعم. وأريد أن أقول لك هنا شيء يثير قدرا كبيرا من الاضطراب، ودائما الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فبدلا من أن يعني ننبهر ونخشى على عظة الموت أخذ الناس ينتقدون ما يرون أمامهم هذه الاحتفالية.
أذكر أن أحد المسيحيين انتقد البابا ذات مرة، وهذه كتبتها في كتاب لي وفي عنوان مقالة، أنه يتبختر كقيصر. طيب يعني طبعا انت سمعت كلام محمود سعد يقول لك انه ما فيش لا مسلم ولا مسيحي، ده راجل مصري وله انجازات مصريه وعربيه ونسي تماما. لعل الرجل يعبر عن نفسه لا مسلم ولا مسيحي ولا حاجه خالص. نعم طبعا احنا لنا ذكريات اليوم بس مش عايزين نفتحها دي.